السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته المتتبعين ديالي، مرحبا بكم فيديو جديد على قناتي. نتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. بقاو معايا تشوفوا المقادير وكيفية التحضير في نفس الوقت. فبالنسبة للوصفة ديال اليوم غنوجدوا واحد الفلون اللي صراحة كيجي رائع. هنايا غنوجدوا الكراميل، غنوضعوا في هذه المقيلة كأس من سكر سنيدة او سكر حبيبات، وغنضيفوا لها 4 ملاعق كبار من الماء وغنخليوها تغلى بهذا الشكل هذا. فصراحه كتجي رائعه. فمن بعد ما صبح لنا الكراميل ديالنا بهذا الشكل هذا، لاحظوا معايا غناخذوا الكؤوس او اي حاجه متوفره عندكم بغيتوا ديروا فيها التحليه ديالكم. فانا وضعتها كيف ما كتلاحظوا معايا. هنا عندي لتر من الحليب وضعته فوق البوطه وخليته حتى كيغلى مزيان. فهنا من بعد ما غلى الحليب ديالي كيف ما كتلاحظوا معايا كنضيفو فوق داك الكراميل، كنبقى نضيفو بالتدريج وكنحرك مزيان باش يذوب معنا داك الكراميل. صراحه تحليه اللي رائعه كتستحق التجربه. صراحه كنستمروا في التحريك جيدا. صراحه اللي جرب هاد التحليه راه ما غيبقاش يستغنى عليها، كتجي رائعه 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 جدا. فهنا في واحد البول او في واحد الاناء غنوضعوا 5 حبات من البيض اللي يستحسن يكونوا بدرجه حراره المطبخ. وغنضيف لهم 2 ساشيات من الفانيلا. غنضرب المكونات جيدا مع بعض تنحصلوا على هذا القوام هذا. فهنا من بعد ما حصلنا على هذا القوام هذا كنقيسوا درجه الحراره ديال الحليب ديالنا بالاصبع. فإذا كان سخون بزاف ما نضيفوهش على البيض ديالنا باش ما يطيبش معنا داك البيض اللي حضرناه من قبل. خص تكون درجه حراره متوسطه. اللي عنده المقياس يقدر يعبر درجه الحراره. هنا كنضيفوا داك الحليب والكراميل على البيض ديالنا كيف ما كتلاحظوا، وكنخلطوا المكونات جيدا حتى يتجانسوا لينا. فهنا انا ما حبستش الفيديو، حاولت انني نخدم معكم جميع المراحل. كنخلطوا مزيان باش يتجانسوا لينا العناصر كما كتلاحظوا معايا. صراحه قوام اللي رائع 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 جدا. فهنا غنخويو الخليط ديالنا في القوالب كيف ما كتلاحظوا او في الزلايف ديالنا. نتوما تقدروا تحضروهم في الكؤوس، تقدروا تحضروهم في شي كراطان اللي يكون كبير، اي حاجه متوفره عندكم كتدخل الفران. فهنا من بعد ما صبيناهم كيف ما كتلاحظوا معايا غنخويو الماء طايب وندخلوهم للفران اللي يكون درجه حراره متوسطه. كنشعلوا لهم غير من التحت حتى كنحصلوا على هذا القوام هذا كيف ما كتلاحظوا معايا، وكنخليوهم يبردوا في الثلاجه. صراحه لاحظوا معايا القوام ديال التحليه ديالنا كتجي رائعه رائعه جدا. فانا بما جيت انني نصور معكم لقيت غير هاد 2 زلايف اللي تبقاو لي، حاولت انني نصورهم معكم. نتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وإلا عجبكم ما تنسونيش من واحد لايك واشتراك في القناه فضلا وليس امرا. فما تبخلوش عليا بتشجيعاتكم وبتعليقاتكم الزوينه. دمتم في امان الله وحفظه، والى الملتقى ان شاء الله.